تخيل معايا كوكب 764 مرة حجم كوكب الأرض، وكتلته 95 مرة كتلة الأرض، محاط بحلقات بتلمع في الضلمة كأنها تاج على ملك. كوكب اسمه اتربط بالإله الروماني زحل، إله الزمن والحصاد. النهاردة هنسافر سوا في رحلة طويلة حوالين الكوكب الغامض ده، كوكب زحل، من تكوينه الأقمار والحلقات المبهرة لحد الأساطير والغرائب اللي اتقالت عنه. أنا محمد ودي قناة أي حاجة. جاري الدخول إلى نطاق كوكب زحل برجاء الاستعداد لاكتشاف غير المتوقع. زحل هو الكوكب السادس من الشمس، بعيد عنا ب1.4 مليار كيلومتر، وده بيخليه من الكواكب البعيدة جدا عن حارة الشمس، وبيعتبر تاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بعد المشتري. قطره حوالي 120 ألف كيلومتر. بس المعلومة الأغرب إنه كوكب غازي، يعني مفيش أرض تمشي عليها، وهو عبارة عن غازات متراكمة زي الهيدروجين والهيليوم. اليوم على زحل مدته 10 ساعات ونص تقريبا. هو أسرع كوكب في الدوران حوالين نفسه، بس السنة بتاخد 29 سنة أرضية عشان تلف حوالين الشمس مرة واحدة. أشهر حاجة في زحل هي الحلقات الضخمة اللي حواليه، واللي بتتكون من مليارات الجزيئات من تلج وصخور وغبار. الحلقات دي مش حلقة واحدة، دول آلاف الحلقات الرفيعة، وسعهم حوالي 280 ألف كيلومتر، بس سمكهم أقل من كيلومتر. في معلومة نادرة بتقول إن في نظرية بتقول إن الحلقات دي ممكن تكون اتكونت من قمر اتكسر من حوالي 100 مليون سنة. زحل عنده أكتر من 140 قمر معروف، أكبرهم تيتان، وده تاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية وأكبر من كوكب عطارد. تيتان فيه أنهار وبحيرات بس مش مية، فيها ميثان سائل. وفي قمر تاني اسمه انسيلادوس بيطلع بخار من تحت الجليد، ودي كانت مفاجأة ضخمة للعلماء. طب ايه اللي هيحصل لو قررت تنزل على زحل؟ غلطان، مفيش حاجة اسمها تنزل على زحل. هتفضل تغوص وتغوص في الغازات، وكل ما تنزل الضغط يزيد لحد ما جسمك يتحول لعجينة، يعني مستحيل تهبط عليه زي القمر مثلا. درجة الحرارة على زحل بتوصل لسالب 180 درجة مئوية، وجاذبيته أقوى من الأرض، بس مش قوية كفاية إنها تمسك الحلقات دي للأبد. وده بيخلينا نسأل، هل الحلقات هتختفي في يوم ما؟ حقيقة لأ، لأن الجاذبية بتشد فيها لحد ما الجليد يبدأ يقع على الكوكب زي المطر، وده اللي العلماء سموه رينج رين. ولو الموضوع كمل كده فالعلم بيقول إن زحل ممكن يفقد حلقاته بعد ملايين السنين. يعني احنا محظوظين إننا جينا في الوقت اللي الكوكب فيه لابس خواتم. أول من شاف زحل كان جاليليو سنة 1610، وكان فاكر إن عنده 3 أجسام حواليه، بس بعدين اتضح إنها الحلقات. وسنة 2004 وصلت بعثة كاسيني، من أضخم البعثات اللي درست زحل لغاية دلوقتي. في الميثولوجيا الرومانية زحل هو إله الزمن والحصاد. في الحضارات القديمة كان بيرمز للبطء والعدل وأحيانا للشر. وفي علم الفلك الصوفي زحل بيمثل الكوكب المسؤول عن الكآبة والمسؤوليات والقيود. مستحيل نعيش على زحل نفسه، بس في كلام كتير عن تيتان اللي عنده غلاف جوي وكيمياء شبه الأرض شوية. المشكلة إن الميثان هناك بيتجمد والتنفس مستحيل من غير معدات. لو حطيت زحل في بانيو كبير كفاية هيطفو لأنه أخف من المية. الرياح على زحل ممكن توصل ل 1800 كيلومتر كل ساعة. في ظاهرة اسمها سداسي زحل عند القطب الشمالي، وهو شكله سداسي مش طبيعي أبدا. علماء الكواكب بيقولوا إن الظروف على زحل وكمان أورانوس ونبتون ممكن تخلي الكوكب يمطر ألماس. إزاي؟ استنى، يعني السما هناك حرفيا بتنزل مجوهرات؟ زحل مليان غاز الميثان، ولما بيحصل برق ورعد في الغلاف الجوي بتاعه البرق بيكسر جزيئات الميثان وبيفصل الكربون اللي فيه. الكربون ده بينزل لتحت بسبب الجاذبية، ومع الضغط الرهيب اللي بيزيد كل ما ننزل الكربون بيتحول لجرافيت وبعدها الألماس. بس خلي بالك، الألماس ده ممكن يدوب تاني بسبب الحرارة الشديدة جدا في أعماق الكوكب، ومحدش يقدر يشوفه بعينيه لحد النهاردة. كل نظرية، بس النظريات مبنية على فيزياء حقيقية وتجارب معملية. زحل ظهر في أفلام ومسلسلات كتير زي ستار تريك وانترستيلر، دايما بيكون رمز للغموض أو نقطة انطلاق لعوالم تانية. الخلاصة إن زحل مش مجرد كوكب، دي أسطورة سماوية مليانة ألغاز وأسرار يمكن ما نقدرش نوصله دلوقتي، لكن في كل مرة نبص فيه بنفتكر إن الفضاء لسه فيه أكتر بكتير من اللي نعرفه. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.